سعادتك يعني هي زي اختي برضه، انا لو انت عايزني اجي لك في اي وقت حضرتك اجي. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. لكن بالنسبه للمشاكل احنا سيادتك اظهر يعني انت شايف كل حاجه على الطبيعه. شاكرين. هو مات بطل وشرف لأي مصري ينال الشهادة، وقرية إسلام كلها شرف ليها وشرف لكل مواطني محافظة الدقهلية، بلد العظماء وبلد الأبطال محافظة الدقهلية اللي بيخرج منها هؤلاء الشهداء اللي ضحوا بأمهم وضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ علينا كلنا وعلى بلدنا وعلى مصر اللي هي طول عمرها بلد الأبطال وبلد العظماء. هذا البطل في قلوبنا كلنا وعلى راسنا كلنا، يعني شرف لينا كلنا ان يكون منا هذا البطل ضحى بنفسه. بقول لأسرته ربنا يتغمده برحمته وربنا يلهمكم الصبر والسلوان. اذا كان مات اسلام فكلنا اسلام، كلنا معاكم. وبقول لوالدي اعتبر ان ابنك نال شرف الشهاده، كلنا معاك، كلنا مع اسره هذا الشهيد، وما بننساش ابدا شهدائنا وما بننساش ابطالنا. ونقول لكل المغردين وكل المنفلتين وكل المشككين ان مصر محفوظه باذن الله طول ما فيها هؤلاء الابطال وهؤلاء العظماء اللي زي اسلام. الرساله اللي بقولها لكل إنسان بيحب بلده، كل راجل مواطن شريف، مواطن بيخاف على هذه البلد، اوعى تتأخر عن الانتخابات، ولازم تطلع وتقول صوتك، لأن صوتك ده هو اللي هيحرك وهو الأساس بالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. وصوتك اختيار الناخب المحترم بيختار المرشح المحترم اللي انت تثق ان دوت هو اللي هيؤدي ان يؤدي رساله ويقدر يكمل المسيره ان شاء الله باذن الله. مش عايزين المغرضين يخلونا نتقاعس عن اداء دورنا في ان احنا نحضر الانتخابات وندلي باصواتنا، لان وان شاء الله باذن الله محافظه الدقهليه تكون اعلى مستوى في الاصوات في الناس اللي هم هيروحوا يؤدوا، لان المواطنين محافظه الدقهليه ما لهمش مصالح شخصيه، هم بيحبوا بلادهم وبيحبوا وطنهم ولهم ادوار سابقه من ايام الثوره، وهم لهم سبق على مستوى المحافظات كلها في ان هم وطنيين حتى النخاع. فانا بقول لهم وبوجه لهم رساله ان شاء الله باذن الله اطمنوا جدا. الانتخابات ان شاء الله ستكون على اعلى مستوى، كل واحد يروح يدلي بصوته، ما تكسلش، ما تقولش هو انا اللي هغير الدنيا، لا. الناس اللي بتقول كده دي ناس ما بتحبش البلد دي وعايزه تبيع بلدنا وعايزه تبيع شرفنا وعايزه تبيع تاريخنا وعايزه تبيع حضارتنا لناس نفسهم بقالهم الاف السنين، مش من النهارده بس، من ايام لويس التاسع ومن قبل كده، وهم عايزين يدمروا هذا البلد ومستهدفين مصر، وباذن الله مش هيستهدفوها طول ما فيها الابطال والناس الشرفاء والناس العظماء. كلمه سعادتك توجهها لوالد الشهيد اسلام. والد الشهيد بقول له يعني انت ابو البطل، مات بطل، رفع راسنا كلنا، ضحى بدمه في سبيل ارضنا وسبيل بلده وسبيل وطنه وسبيل الحفاظ علينا كلنا. احنا كلنا اسلام معاك، اللي انت عايزه احنا كلنا تحت امرك، ومهما نعمل كلنا مش هندي اسلام واحد على مليون من اللي هو عمله بهذا الشرف العظيم اللي هو قام به. فالبقاء لله والدنيا والدم لله.
ونحتسبه عند الله شهيد باذن الله ان شاء الله. وربنا يلهمكم الصبر والسلوان ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان على ابطالنا وعظمائنا شهداء. عايز كارت من حضرتك عشان